احنا كمصريين بنلاقي حياتنا تقريبا بنستخدم فيها الامثال الشعبية مع كل موقف نقابله. يعني على سبيل المثال لما تشوف حد معين ما عندوش فكرة او اهتمام بقيمة الوقت بتقوم تقوله موت يا حمار. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم اصل المثل. الحقيقة أنا قعدت أفكر كتير أجيب لكم مثل إيه النهاردة. استوقفني مثل غريب شوية، هي حكاية لما تكون معترض على حد إنه قام بعمل معين وتلاقيه بطيء ومش بيعرف قيمة الوقت، عشان كده بنقول له موت يا حمار. موت يا حمار تردد هذا المثل الشعبي على ألسنة الجميع بلا استثناء، حتى وفي بعض الأحيان بتلاقي نفسك بتستخدمه في مواقف كتيرة من غير تركيز منك. تعالوا ننزل الشارع نسأل الناس عن أصل المثل ده إيه، وبعدين نرجع نستقبل الاتصالات التليفونية. أتشرف بيك. محمد وهبة. ازيك يا محمد؟ تعرف مثل موت يا حمار؟ سمعت عنه. بتستخدمه يعني في حياتك؟ يعني من فترة كبيرة، يعني جيل التسعينات كان سمع المثل ده كتير شوية، يعني في وقتنا الحالي ما عادش الأمثلة الشعبية هي. ده انت طويل واهبل. أتشرف بيكي. سارة عبد الله معاكي. ازيك يا سارة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله بخير. تعرفي مثل موت يا حمار؟ اسمع عنه. تستخدميه؟ بستخدمه في حياتي يعني. يخرب بيتك، ده انت واكله فرختين النهارده. اتعرف بيه؟ عمر عبد الله. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. تعرف مثل موت يا حمار؟ اسمع عنه بتستخدمه؟ يعني فعلا لما اكون فاقد الامل ان حاجه تحصل فبقوله. انا عارف حتى بالاماره طلبه مش بنات بس، والعياذ بالله بيدرس لاولاد. اتعرف بيكي؟ أميرة. ازيك يا أميرة؟ تعرفي مثل موت يا حمار؟ بسمع عنه. بتستخدميه؟ يعني مش في كل الأوقات. سبحان الله، ربنا مراضيلك نفسك يا بنت. تمام. تعرف ايه قصته؟ اللي هي من زمان يعني؟ لا، انا اعرف ان اصل المثل ريفي يعني. وايه كمان؟ قول كلامك حاجه. طب تعرفي ايه الأصل بتاعه؟ يعني عما تكون حاجة مش هتحصل أو حلنا عما هتبقى تحصل يعني، فبنقوله يعني. إلهي يا رب يخلي اللي بياكلوه يبقوا زي الجواميس. تمام. تعرف ايه الأصل المثل ده من زمان؟ اصلا من زمان تقريبا، بس كمان لسه عندي 17 سنه، فالمثل ده قديم جدا. بس غالبا على ما اعتقد ان تقريبا لما كان في حد في قريه زمان كان عندهم تقريبا حمار، فتقريبا هو كان تعبان دايما، فهم عاوزين يجيبوا واحد تاني غيره تقريبا، او كل شويه يجيبوا له علاجات وحاجات تانية كتير، وبرده نايم برده تعبان مش بيخف، فلحد ما فقدوا الامل بقى كل شويه يقولوا موت يا حمار، سيبوه لحد ما مات لوحده. ده انت يومك اسود، يومك اسود، يومك اسود. طب عارفة قصته من زمان ايه؟ هو تقريبا كان واحد فلاح عنده حمار، ما كانش بيسمع كلامه أو ما كانش بيفهمه، فالفلاح ده زهق منه وقال له موت يا حمار. تقريبا يعني. يا خرابي يا حوستي يا فضحتي قدامي نظره يعني بيتكلم لما حد مثلا يكون حاجة مش هتحصل او فيها خيبة امل، يعني بيقول لك يا عم موت يا حمار، الحاجة دي مش هتحصل اصلا. احنا بالصلاة على النبي حلوين قوي قوي مع بعض، لكن ساعة الغلط نطرطش زلط. تمام يا سارة. بتحبي توجهي لحد من هنا كده موت يا حمار؟ يعني الجماعة في البيت أو أي حد يعني. انت حد مأجرك عليا يا بنت؟ اتعرف بيكي؟ إيمان حمدي. ازيك يا ايمان؟ تعرفي مثل موت يا حمار؟ أيوة أسمع عنه. تعرفي ايه قصته؟ ايوه انا سمعت قبل كده اللي هي كان ده مثل شعبي من زمان، كان ايام المماليك وكده، كان في ملك كان في قريه، فكان بيطلقوا عليه اصلا اللي هو الملك ده بجنون شويه، فدخل الملك كان مره بتفقد الحدائق بتاعته، فلقى الحمار ده داخل، هو كان جعان وداخل عاوز ياكل، فهو اقتحم القصر ودخل الحدائق عادي عشان ياكل. فكان في راجل فقير وكده، فهو الملك قال لا خلاص احنا لازم نقتل الحمار ده، هو جمع الحكماء وقالوا لازم نعمل مجلس، والحمار ده داخل عشان داخل من غير يعني ما حد يستأذن له كده، فقال لا احنا لازم نقتله. ففي راجل فقير وكده قال لا هو اصلا حمار لا يفهم شيئا،
فقال خلاص بقى احنا نسيبه ونعفى عنه وترأفا من حالة الحمار، لأن الحمار لا يفهم ولا يعقل. يا سلام، هو ده يا ريس ستموني يا عترة المؤلفين يا مكيفة. ودلوقتي معانا أول اتصال تليفوني ونقول ألو. السلام عليكم. أتشرف بحضرتك. معكم محمد عبد العاطي. تعرف إيه أصل مثل موت يا حمار؟ يعني واحد انتظر لواحد ان هو يدوله حاجة او يلبي له طلب او يعني معشوه في حاجة، فهو منتظر لا هو ما بيجيش ليه او ما بيقدرش ليه او ما بيعملش ليه او كده، فطبعا موت يا حمار بعد ما يجيلك الفرج. شكرا لحضرتك جدا. ومعانا اتصال تاني ونقول ألو. السلام عليكم. أتعرف بيكي. أنا اسمي آلاء نبيل. تعرفي إيه أصل مثل موت يا حمار؟ مثل موت يا حمار تقريبا كان في واحد عنده حمار زمان وكان عايزه ان هو يموت، فراح ودخل عليه وقال له موت يا حمار. شكرا ليكي جدا. ومعانا كمان اتصال ونقول ألو. السلام عليكم. أتعرف بيكي. اسمي سلمى أشرف. تعرفي إيه أصل مثل موت يا حمار؟ كان في واحد عنده حمار وكان مغلبه ودايما ينام جنبه على السرير، وهو كان دايما يدي عليه ويقول له موت يا حمار. تمام، شكرا جدا ليكي. ومعانا كمان اتصال ونقول ألو. السلام عليكم. أتعرف بيكي. اسمي سلمى محمد. تعرفي إيه أصل مثل موت يا حمار؟ كان في مرة واحد مصاحب حمار وبيحكي له كل حاجة وفي الآخر راح قال له موت يا حمار. تمام، شكرا جدا ليكي. ودلوقتي معادنا نقول لكم ايه اصل المثل. القصة دي بدأت في مدينة كان بيحكمها ملك مجنون. كان كل سكان القرية بيخافوا من سلوكه الغريب لدرجة مفيش ولا انسان ولا حيوان فلت منه، حتى القرى القريبة كان الكل بيتكلم عليه. وفي يوم من الايام الملك المجنون شاف حمار دخل بستان قصره، والملك ده كان بيهتم بالبستان ده جدا، فأمر بإحضار الحمار وإعدامه. فكل الموجودين كانوا مستغربين جدا من القرار ده. فجه الوزير في ودن الحاكم وقال له ده حمار يا مولاي. فاستجاب الحاكم المجنون لكلام الوزير، ولكن على شرط ان الحمار يتعلم الاصول ويحترم املاك الغير وما يروحش مكان ما يخصهوش. وامر الحاكم ان هم يدوروا على شخص عنده المقدرة انه يعلم الحمار ده الحاجات دي كلها. المهم الكل راح يدور على الشخص ده لدرجة جابوا واحد مؤذن يمشي في الشارع وينادي للناس مين اللي عنده القدرة انه يعلم الحمار وهياخد فلوس كتير قوي لو قدر يعلمه. المهم الناس استغربوا قوي من الدعوة دي، كل الناس خافت ما عدا راجل واحد قال ان هو هيقوم بتعليم الحمار بس بشرط ان السلطان يديله قصر وفلوس كتير وبستان ومدة تعليم ما تقلش عن 10 سنوات. الحاكم المجنون وافق على طول، ولكن قال للراجل ده لو ما قدرتش تعلم الحمار هقطع رقبتك وكمان هعلقها. كان الراجل فرحان قوي وراح لزوجته وهو مزقطط من الفرحة وقال لها ان هم هيعيشوا في قصر كبير وهياخد فلوس كتير. لكن مراته كانت قلقانة وقالت له خلي بالك لو المدة دي خلصت وما عملتش ده هتتعلق رقبتك. رد عليها وقال لها ياه بعد 10 سنين يا اما يموت السلطان او اموت انا او يموت الحمار. ومن هنا حرف العرب المقولة لموت يا حمار، ومن هنا جرى استخدام التعبير ده واصبح مرتبط في الوطن العربي بالاشخاص اللي بيعتمدوا على عنصر الزمن في التناصل من مسؤولياتهم او الهروب من التفكير فيما يخفيه القدر. وبكده تنتهي حكايتنا النهاردة، والى اللقاء في حلقة جديدة ومثل جديد وبرنامجكم اصل المثل. انا اعرف ان اصل المثل ريفي يعني كل شويه يجيبوا له علاجات وحاجات تانية كتير. يعني الجماعة في سنين يا اما